طويت اليوم الصفحة الأخيرة من حياة أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ سوريا الحديث، رفعت الأسد، الرجل الذي كان يوما ما الرجل الثاني في دمشق وقائد سرايا الدفاع، يرحل في منافه بدولة الإمارات عن عمر ناهز 88 عاما. رحل رفعت لكنه ترك وراءه أثرا مثقلا بالدماء والمليارات والأسئلة التي لم تجب عنها المحاكم الدولية. في السبعينيات كان رفعت هو الذراع اليمني لشقيق حافظ، أسس سرايا الدفاع، القوى الضاربة التي كانت تحمي النظام من الداخل، لكن اسمه ارتبط للأبد بمأساة عام 1982، مجزرة حماة. هناك لقب بجزار حماة بعد أن قادت قوته عملية سحق التمرد، مخلفة الآلاف الضحايا ومدنينا سوى أجزاء كبيرة منها بالأرض. السلطة لا تقبل الشراكة حتى بين الإخوة. في عام 1984 استغل رفعت مرض شقيقه وحاول الانقلاب عليه. دمشق كادت أن تشهد حربا أهليا لولا تدخل والدتهم ناعسة. النتيجة نفي رفعت بمليارات الدولارات إلى أوروبا، عاش لعقود في قصور باريس وأسبانيا ملكا غير متوج في الغربة، حتى بدأت المحاكم الفرنسية والسويسرية ملحقته بتهمة الثراء غير المشروع وجرائم الحرب. في عام 2021 عاد رفعت فجأة إلى دمشق في حماية ابن أخيه بشار، هاربا من السجن في فرنسا، لكن الزمن لم يمهله طويلا. فمع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 فر رفعت مجددا عبر لبنان ليصل إلى الإمارات. هناك أمضي عامه الأخير بعيدا عن صخب السياسة، حتى أسلم الروح بعد إصابته بإنفلونزا حادة ليموت غريبا كما عاش معظم حياته. مات رفعت الأسد وأخذ معه أسرارا دفينة عن حقيقة الثمانينيات وعن صراع العائلة الحاكمة. ستذكره البعض كقائد عسكري صلب، بينما سيظل في ذكرى الملايين الجزار الذي أفلت من عدالة الأرض ليمثل اليوم أمام عدالة السماء. كيف سيحكم التاريخ على رفعت الأسد؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.